إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدي الأكارم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم قضايا إريتريا. في هذه الحلقة سنتناول عن أمر مهم جدا يحصل باستمرار في منطقتنا، منطقة القرن الأفريقي، ألا وهو نشوب الحروب ووقوع الخلاف بين الدول المجاورة، وينتج عن ذلك قتلى وأثر في الاقتصاد وأثر في البنية التحتية، وكذلك ينتج عنه اختلاف الأوضاع السياسية والأمنية، وكذلك ينتج عنه أيضا عدم استقرار الدول وعدم أيضا تقدمها في الازدهار والنمو. برأيكم مشاهدي الأكارم، ما هي الأسباب التي تؤدي إلى هذه الحروب؟ لماذا القرن الأفريقي يبتلى بهذه الحروب منذ أكثر من 6 عقود، وما من دولة من دول القرن الأفريقي تهدأ إلا وينشب الحرب في دولة أخرى؟ فأثيوبيا مثلا لم يهنأ لها العيش منذ زمن ليس بقريب، وكذلك الصومال وإريتريا والسودان كما تلاحظون وتشاهدون. هذا الأمر غاية في الأهمية، غاية في الأهمية أن يفكر العلماء والسياسيون والمفكرون وصناع القرار والرؤساء بل حتى الشعوب وأبسط المجتمعات، ينبغي أن يفكروا لماذا تبتلى هذه الدول بهذه الحروب نستطيع أن نقول بهذه الحروب السيئة التي لا ينتج عنها خير. في القرآن الكريم مفرد حرب ورد 4 مرات، ومفرد أيضا يعني القتل ورد 77 مرة، ومفرد قاتل ورد 39 مرة. مفرد جهاد ورد 4 مرات فقط، جهاد. مفرد وجاهدوا ورد 10 مرات. مفرد الأمن والأمان ورد 37 مرة. ونلاحظ هنا، وطبعا مفرد سلام ورد 46 مرة. هل دين الإسلام دين سلام أو دين حرب؟ ليس هذا هو موضوعنا، ولكن موضوع هذه الحلقة مشاهدي الأكارم هو لماذا منطقة القرن الأفريقي تبتلى بهذه الحروب؟ ألا يمكن أن نعيش بأمن وأمان؟ ألا يمكن أن نعيش بسلام؟
ألا يمكن أن نعيش باحترام الجوار واحترام القوانين الدولية ويعم البلاد النفع؟ ألا يمكن أن نستقر على الأقل عقدا كاملا 10 سنوات بدون حروب؟ هذا ما سوف نناقشه اليوم في هذه الحلقة مع ضيفي الدائم الدكتور حسن سلمان، فأهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك والمشاهدين. شيخ حياكم الله شيخنا. الأمر حقيقة الموضوع مهم وذو سجون، ويناقش قضية إريتريا فعلا تمر دائما بحروب منذ أن حصلت على الاستقلال في عام 1993. بعدها بفترة وجيزة حصل حرب بين أثيوبيا وإريتريا، راح ضحيتها بالإعلان الرسمي من الدولة أكثر من 19,000 شاب. نعم. وكذلك بعدها أيضا بفترات وجيزة حصل حرب بإعلان من الدولة أكثر من 7,000 شاب. وهكذا لم تستقر إريتريا منذ أن حصلت على الاستقلال إلى يومنا هذا. ليس هناك استقرار، الشعب على أهبة الاستعداد للحرب. المجندون إلى الآن موضوع ساوى لم ينتهي، ما زال معسكر ساوى مفتوح وليس له نهاية حتى هذه اللحظة. نناقش هذا الموضوع لأنه يهمنا جدا متى ستستقر إريتريا حتى مع النظام. حتى لو رضينا جدلا بالنظام الموجود، لماذا لا ننعم بالاستقرار؟ لماذا لا ننعم بالسلام؟ هذا هو مفهوم يعني ما نريده حقيقة نوصله إلى مجتمعنا. في بداية الاستفتاح في هذه الحلقة لو يعطينا فضيلة الشيخ حسن سلمان مفهوم مفرد الحرب، مفهوم الحرب ما هو، ومفرد السلام ما هي؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان وأراد له أن يكون مستخلفا في الأرض، وهذا الاستخلاف يتطلب على كل جملة من المعطيات، منها هدايات الوحي التي يتعامل من خلاله الإنسان ليكون مستخلفا بالمعنى الشرعي، ويتطلب تحقيق العمران الذي فيه التنمية وفيه الاستقرار وفيه النماء، ويتطلب كذلك الإشباع الروحي الذي يجعله قريبا من الله سبحانه وتعالى. ولكن البشرية منذ بدايتها وإلى يومنا هذا مختلفة أصلا في مفهوم الاستخلاف. هذه القضية الجوهرية كما قال الله تبارك وتعالى: فمنكم مؤمن ومنكم كافر. وبالتالي ينشأ عن هذا النوع من الاختلاف صراع بطبيعة الحال، وهو كل طرف يريد أن يكون هو الأقوى وهو الأعلى. فالذين آمنوا يريدون بما لهم من رسالة وما لهم من وحي وما لهم من كتاب أن يكون هذا الكتاب هو الحاكم وهو الأعلى. الطرف الآخر الرافض للوحي والمنادي كذلك بتنحية هدايات السماء وتنحية الرسالات وتنحية الكتب وتنحية الدين عن الحياة، وجعل هذه الحياة عبارة عن حياة مادية محضة، يريد كذلك هذا الطرف أن يكون هو الأقوى وهو هو الأقدر. وبالتالي من هنا تنشأ البشرية. أضف إلى ذلك هنالك نقطة مهمة جدا، وهي تركيبة الإنسان. عندما يكون الإنسان خاليا من الإيمان بالله، خاليا من استحضار الآخرة، خاليا من القيم الأخلاقية التي تجعله في حالة من التوازن النفسي والعقلي، هو في هذه اللحظة وصفه القرآن الكريم بأنه ظلوم جهول. فعندما يكون الإنسان ظلوما وعندما يكون جهولا فلا تتوقع منه إلا العدوان والبغي، البقى على الآخرين. فمن هنا تنشأ من ظاهرة البغي وظاهرة العدوان وعدم الاعتراف للآخر بحق الوجود وأن يكون معك مستخلف على هذه الأرض. هنا تأتي الإشكالية التي نتكلم عنها في قضية الحرب. هنا عندما يختلف الناس هنالك سبيلان للمعالجة: إما أنك تستطيع أن تصل من خلال حوار معين إلى تحديد نقاط الخلاف وحسمها. فإذا كانت نقاط الخلاف موارد يتم الاتفاق على هذه، إذا كانت نقاط الخلاف مثلا سلطان يتم الحوار حولها، إذا كانت نقاط الخلاف مصالح يتم حولها.
إذا كانت هو كيف تعيش مجموعات ذات طابع مختلف عرقيا، يتم كذلك المناقشة. فالسبيل الأول لأنك أنت تتجنب أو تستطيع أن تتعايش بشكل أساسي على هذا أنك تتحاور مع بعض ويصل الناس من خلال الحوار إلى اتفاق. السبيل الآخر وهو أن والله لا اعتبار لهذا الحوار، بل يريد الأقوى أن يفرض خياره بغض النظر عن اعتبارات الدوافع التي هو تدفعه إلى هذا، فيريد عن طريق العنف أن يفرض خياراته، أيا خيارات سياسية، خيارات دينية، خيارات مالية، اقتصادية، أيا كان هذا الخيار. فعندما تنتهي لحظة الحوار والتفاهم واللجوء إلى فرض الخيارات عن طريق السلاح، هنا تنشأ الحرب. هنا تنشأ إيه؟ تنشأ الحرب. الحرب كما يقولون هي آخر وسائل المفاوضات والسلام. فعندما تفشل المفاوضات السلمية تبدأ معنا لغة الحرب، والحرب ستأخذ بطبيعة الحال مناحي مختلفة، لكن غايتها هو إنهاء الطرف الآخر، إنهاء وجوده، الوجود المادي له، لأن الحرب لا تتعامل بالكلمات الرنانة ولا تتعامل بالجوانب السلمية بقدر ما تتعاطى مع تدمير قوة الطرف الآخر. إذن الحرب هو عبارة عن استخدام العنف ووسائله لفرض الخيارات التي يراها طرف ما. جميل. هذه تقريبا مسألة الحروب، ولذلك نلاحظ الآن الحروب تأخذ أشكالا عديدة، سواء كانت محليا بين الخصماء داخل الدولة الواحدة، أو كانت إقليميا ما بين دولة وأخرى، أو كانت دولية بحيث والله تدخل فيها قوة أخرى. وأحيانا تتطور الحروب لتصل بنا من حالة الحروب المحلية والإقليمية إلى ما يسمى بالحروب العالمية، كما حصل في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، وسميت هكذا، هي حروب طاحنة. وبعد ذلك أيضا حتى بعد أن قيل بأن الحرب العالمية الثانية انتهت وتشكلت الأمم المتحدة، لم تنتهي الحرب، بل ظلت البشرية في ظل القطبية الثنائية الاتحاد السوفيتي وأمريكا، ظلت الحروب مستمرة، ولكنها القوى الكبرى تجنبت أن تدار الحروب على أراضيها، فكانت تدار هذا الذي كنت أريد أن أطرحه الآن. نعم. دول العالم عددها 206 دولة يرفرف علمها في الأمم المتحدة. نعم. الحروب الموجودة حاليا، يعني أكبر الحروب الموجودة الحرب الأوكرانية الروسية، والحرب بين دولة الاحتلال وفلسطين، نعم، والحرب السودانية، والحرب الأثيوبية، وكذلك الحرب الأثيوبية الإريترية. ولربما تكون هناك حروب أيضا لم أقف عليها. فلو يعني مررنا عليها مرورا سريعا من حيث الأسباب. الحرب الأوكرانية الروسية ما أسبابها؟ الحرب الأوكرانية الروسية حقيقة لها خلفيات تاريخية، لها علاقة بمسألة استقلال أوكرانيا عن روسيا، والاشتراطات التي اشترطتها روسيا في ذلك الوقت بأن أوكرانيا يجب أن لا تذهب إلى الناتو، يجب أن لا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي، لأن روسيا تعتبر هذه المنطقة مجال حيوي بالنسبة لها باعتبارها دولة كبيرة في مجلس الأمن ودولة وازنة وكان وريثة إمبراطورية. فأعطت أوكرانيا الاستقلال لأنها كانت جزء منها، واعترفت باستقلالها مقابل أول يسحب من الأوكرانيين السلاح النووي، وفي نفس الوقت يجب أوكرانيا أن لا تذهب إلى الغرب. حصلت على كل عدة انتخابات في أوكرانيا، وجاءت سلطات وحكومة موالية لشنو؟ موالية للغرب، وبدأت هنا تقترب الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي يقتربون من الحدود حدود الروسية. روسيا ترى بأنه هنا والله أمنها مهدد، سلامتها مهددة، الناتو يقترب منها من حدودها، وبالتالي حتى عن طريق التجسس وغيره. فعلى كل جميل. هذا الظاهر الخلاف حدودي. الخلاف هو تمدد نفوذ الناتو على الحدود الروسية. هذا التمدد الأساسي. لكن فيه هنالك عوامل أخرى، وهو أيضا رأت الولايات المتحدة بأن هنالك اقتراب بين الاتحاد الأوروبي وروسيا اقتصاديا، وأرادت أن تضرب الطوق بين الطرفين. فعلى كل مكرت بهم أيضا، هذا واحدة من الخفايا أيضا طريقة إدارة الولايات المتحدة للعالم، فأوقعت الإشكال بينهم. ثم الآن جاءنا ترامب واعتبر كل هذا بالنسبة له غير معني به، وأراد أن يفتح السلام من جديد. جميل. وطبعا تعليق بسيط في دقيقة، الحرب بين دولة الاحتلال إسرائيل والصهاينة وبين الفلسطينيين، هذه طبعا حرب تاريخية لها علاقة بالنفوذ الغربي، لها علاقة بصناعة كيان في قلب الأمة العربية والإسلامية على أرض ليست أرضهم. فهو عبارة عن احتلال استيطاني، يعني أنت هنالك شعب له أرض، هذه الأرض لها سكان، تأتي قوة من الخارج وتحتل هذا الشعب وتفرض على هذا الشعب سيادتها. هذا الحاصل. الشعب الفلسطيني الآن يقاوم ويجاهد ويقاتل من أجل أن
يسترد أرضه ويسترد كرامته ويعلن دولته. الحرب السودانية. نعم. الحرب السودانية هي الآن في ظاهرها هو عبارة عن صراع ما بين مكونات سودانية، ولكن في حقيقتها هنالك تدخلات إقليمية وتدخلات دولية. القوى الدولية التي كانت تدير المشهد ما بعد سقوط نظام البشير أدارت عملية إسقاط نظام البشير، وكانت تسعى في محاولة أيضا فرض خيارات سياسية وفرض قوة معينة على المشهد السوداني. وأدت هذه الصراعات الداخلية على كل بين السودانيين إلى أن ينفجر الوضع ما بين مؤسستين عسكريتين اللي هو القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع مدعومة بشكل كبير من قوى إقليمية معروفة لها عدائها عموما مع الإسلاميين، وفي نفس الوقت أيضا القوى الدولية ساكتة كانت عن هذه اللي هو تمددات الدعم السريع وشغله وجرائمه التي ارتكبها خلال الفترة الماضية، باعتبار أن القوات المسلحة والله غير مرغوب فيها ويراد تفكيكها، ويقولون بأنه في داخلها الإسلاميون أو الإسلاميين، وبالتالي هي على كل حرب فيها الطابع المحلي باعتبار أن من يموت على الأرض قوة كبيرة جدا منهم من السودانيين، ولكن لها أيضا تدخلات. الأوضاع في الصومال. الأوضاع في الصومال عموما في صراعات داخلية منذ أن سقط النظام بتاع سياد بري، وليس هنالك اتفاق صومالي. حرصت على كل جملة من الدول وخاصة دولة تركيا أن تقيم نوع من النظام السياسي المستقر، لكن الصومال الآن يعاني من عدة إشكالات. يعاني من إشكاليات الوحدة بين الشمال والجنوب، يعاني إشكالات أيضا الصراعات الداخلية، فهنالك حركة الشباب التي لا تعترف بالحكومة الصومالية، وهنالك حكومة صومالية معترف بها. أضف إلى ذلك هنالك مشكلات إقليمية وهو التدخل الأثيوبي على المشهد الصومالي ومحاولات الوصول إلى البحر عن طريق ليست عن طريق السلطة الرسمية إنما عن طريق الدولة المعلنة في شمال الصومال، ولم يتم الاعتراف بها حتى الآن. فالصوماليين يعانون من مشكلات داخلية ومشكلات أيضا إقليمية. جميل. طيب الآن سندخل في عمق البرنامج وهو الحرب الأثيوبية. نعم. إثيوبيا كما لا يخفى عليك شيخنا هو دولة ذات تعدد مختلفة جدا، فيها تعدد ديني، فيها تعدد عرقي. يعني أنت لما تشوف الحالة الدينية فيها مكون مسلم ضخم جدا، فيها مكون نصراني لا يستهان به، فيها قوة وثنية أيضا موجودة. فعلى مستوى الأديان هنالك تعددية. على مستوى الأعراق عندك أعداد مختلفة من الأعراق، عندك قومية الأورومو، وعندك قومية التجراي، وعندك قومية الأمهرة، وعندك العفر، وعندك الصوماليين، وعندك المجموعات بتاعت الأنقسنة اللي هو مناطق التي أخذت من السودان ذات طابع سوداني، اللي هو مناطق الجنوب الغربي في أثيوبيا. عندك القبائل الجنوبية، قبائل ضخمة جدا موجودة في جنوب أثيوبيا. فأنت أمام اختلافات هائلة جدا. للأسف الشديد إثيوبيا خلال تاريخها ظلت تحكمها إمبراطوريات تقوم على فكرة العرق الواحد والمكون الواحد، وكانت مجموعة الأمهرة هو المكون الذي ظل يحكم إثيوبيا. ثم من 91 دخل على الخط اللي هو أبناء التجراي، إقليم التجراي، وأتوا بنظام سياسي قائم على فكرة القوميات اللي هو ما يسمى بالديمقراطية الإثنية، ديمقراطية القوميات، بمعنى أن هذه القوميات المختلفة تأتلف فيما بينها لتشكيل النظام النظام السياسي. فعلى كل ليست الديمقراطية الحديثة المعروفة بأنه الأكثرية تحكم، لا، هو ائتلافات قومية، بأن الأورومو يحكم إقليمهم، التجراي يحكم إقليمهم، العفري، ثم فيدرالي. أي النظام الفيدرالية، ثم يأتلفون. لما جاء أبي أحمد بدأ يفكر في أنه والله يخرج من هذا النظام إلى النظام أنه يبني حالة أثيوبية واحدة، وممكن تتشكل حالات حزبية داخل هذا الكيان. فطرح فكرة حزب الازدهار. هنا أبناء التجراي باعتبار أنه والله هم أقلية طبعا 7% في الدولة الأثيوبية كلها، ظلوا ل30 سنة هم مسيطرين على الدولة والمشهد العام، ولهم عموما قوة صلبة في داخل الدولة. رأوا بأن هذه الطريقة التي يذهب بها أبي أحمد ستفقدهم نفوذهم وصلاحياتهم. فتفجرت الحرب المعروفة قبل 2 سنين، ثم وصلنا إلى على كل فرض سلام في جنوب أفريقيا في مدينة بريتوريا، وأدى هذا السلام إلى هدوء لمدة 2 سنين. لكن لازلنا أيضا نشهد كل مرة لأن جزء كبير من أبناء التجراي غير راضين، ويبدو أيضا أبي أحمد الاتفاق الذي أبرمه معهم ما يمضي عليه بالشكل الذي يرضيهم. فحصلت على كل خلافات كادت في تقدير الأيام الماضية أن تتفجر الأوضاع من جديد، خصوصا بعد أن تم عزل الشخص الحاكم للإقليم وكان من طرف أبي أحمد، فكادت تنفجر الأوضاع وتتدخل الحكومة على كل المركزية. لكن الآن وصلوا فيما يبدو لي إلى نوع من التسوية في أنه أتوا بشخص على كل الإقليم يقود الإقليم، شخصية عسكرية،
وأحسب أنها قد تكون مقبولة على كل، حتى الآن ما في معلومات أكيد الآن كيف في توافق بين الفرقاء. هو هكذا يبدو، يعني كأنه الشخصية التي أتي بها كأنها شخصية توافقية تجنب الناس على الأقل الآن مرحلة الحرب، لأن أبي أحمد أيضا يدرك بأنه هنالك تحركات أيضا في الخلف كما يقولون في الحديقة الخلفية للتجراي، وهو الحكومة الإريترية أيضا داخلة في المشهد الأثيوبي، داخلة من خلال تواصلها مع الأمهرة، تواصلها مع التجراي. فأبي أحمد يدرك أنه إذا اندلعت الحرب في تجراي مرة أخرى فإن ذلك سيكون أيضا إشكالية على مستوى المنطقة كلها. موقف الحكومة الإريترية بوضوح في هذا الصراع، يعني لماذا الحكومة الإريترية والنظام الإريتري كان له دور في اندلاع الحرب في داخل تجراي، كأنه كان يميل إلى جهة دون أخرى. تفاصيل هذا الموضوع من حقنا كإريتريين أن نعرفه. طبعا الحكومة الإريترية أول تحمل إثيوبيا بقيادة التجراي خلال الفترة التي حصلت فيها الحرب، تحملهم الحرب التي حصلت 98-2000 بترى أنهم المسؤولين عن تفجير هذه الحرب، ثم تحملهم المسؤولية بعد ذلك في موضوع التحكيم الذي حصل في اتفاقية الجزائر. حصلت طبعا عملية إيقاف الحرب رعى الاتحاد الأفريقي هذه الاتفاقية، وسلمت الاتفاقية للبلدين بحيث يحصل ترسيم للحدود، ونزلت قوة دولية على الحدود الإريترية الأثيوبية بحيث حصل في خلاف بادمة اللي منطقة بادمة. نعم. هنا حصل طبعا من الحكومة الأثيوبية توقيف الترسيم بحجج معينة، قالوا والله يا أخي في قضايا تحتاج أن نجلس كطرفين لحسمها. الحكومة الإريترية رأت إذا التجأت الآن من جديد إلى تفاهمات خارج ما حكمت به المحكمة اللي هي المحكمة الدولية سيفقدها الحكم. على كل في هذه الفترة حوصرت إريتريا 20 سنة، وإثيوبيا طبعا كانت لاعب أساسي في هذا الحصار، وكانت أسهمت بشكل كبير في الاتحاد الأفريقي وغيره على حصار الوضع في إريتريا. جاءت فجأة المظاهرات والحراك الداخلي في أثيوبيا الذي أطاح بسلطة التجراي. نعم. هنا وجد إسياس أفورقي فرصته في أن يمد يده مباشرة إلى أبي أحمد، وأبي أحمد كان أيضا بحاجة إلى إسياس أفورقي. هنا طبعا عندما قال جيم أوفر أحسنت. هنا خلينا نقول بأن أبي أحمد وإسياس أفورقي لم تكن نواياهم سليمة عموما تجاه التجراي. كلا الطرفين واضح أنه يريد الآن، أبي أحمد يريد التخلص من خصوم سياسيين في الداخل، وإسياس أفورقي يريد أن يتخلص من خصوم تاريخيين أيضا وأحدثوا معه إشكالات ومحملهم كل النتيجة اللي فاتت. نعم. فالتجراي هنا أيضا شعروا بأنه والله معركتهم هنا معركة وجودية، إنه والله يا أخي نحن مهددين ما بين دولة إريتريا من الخارج وما بين نظام من الداخل. فهنا حصلت على كل توترات في المنطقة أدت إلى إشعال الحرب بين أبي أحمد ودخلت هنا الحكومة الإريترية. حقيقة فيما يتعلق بموضوع التدخل الإريتري هو محل إشكال كبير جدا. كان يمكن أن يتم تفهم التدخل الإريتري إلى الحدود الإريترية، اللي هو استعادة المناطق التي لم تقبل إثيوبيا باستردادها بردها إلى إريتريا، وكانت مقبولة. كثير من الناس حتى المعارضين نفسهم كانوا يرون استعادة بادمة التي رفضت إثيوبيا استعادتها، وهي محكومة كانت لصالح إريتريا، إلى الحدود الإريترية مبرر بأنه والله أنت رفضت خلال 20 سنة أن تسترد، هذه فرصتي الآن أن أسترد أراضي. لكن أن تذهب بعد ذلك الحكومة الإريترية لتشترك في الحرب مباشرة لإنهاء السلطة في تجراي، بل وذهبت باتجاه إقليم العفر وذهبت باتجاه إقليم الأمهرة، وشاركت في الحرب مشاركة طبعا كبيرة جدا، باعتراف حقيقة الحكومة نفسها مش منكرة هذا الوضع، وبشهادة المنظمات الدولية. هذه كانت على كل نقطة إشكال إنه والله هل من مصلحة الشعب الإريتري أن يخوض هذه الحرب مع جيرانه، وأن تتدخل الحكومة الإريترية بشكل مباشر لضرب تجراي وإنهاء سلطتهم؟ هذا على كل كانت محل للملاحظة لدى كثير من المراقبين. صحيح أنه أدت هذه المسألة على كل أن أضعفت التجراي وأخرجتهم من دائرة المعادلة القوية في إثيوبيا وحجمتهم في إقليمهم، ولكن يبقى حتى هذه اللحظة مرارات هذه الحرب موجودة، وهم الجوار المباشر للدولة الإريترية بطبيعة الحال مهما تناسوا في ظل صراعهم مع أبي أحمد. هنالك الآن تراجع على كل، والذين كانوا
ضد إسياس أفورقي اليوم مدوا حبالهم أيضا مع إسياس أفورقي. ما الذي نقض السلام بين إيساياس وبين أبي أحمد؟ هو الذي نقض السلام إسياس أفورقي لم يقبل باتفاقية السلام مع التجراي التي حصلت في جنوب أفريقيا وأوقفت الحرب، وتوصل التجراي مع أبي أحمد إلى اتفاق. هذه الاتفاقية إسياس أفورقي كان يرى أنه هو شريك في الحرب، وكان ينبغي أن يكون شريك في السلام. هو كان يرى كده. لما رأى بأنه والله أبي أحمد أبرم اتفاقيته طبعا بدون ما يرجع إلى إيساياس، ما رجع إلى إسياس أفورقي. هو على كل زاره وحاول يبين له مبررات، لكن أصلا الاتفاقية كانت مفروضة فرضا من الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تسمح لأبي أحمد بأنه يتجاوز سقوف إنه والله هو كأنما قصة إنك تقصي التجراي من المشهد السياسي ما مقبولة. الولايات المتحدة لم تقبل، لا تريد، لأن هي أيضا الولايات المتحدة عندها أدواتها في إثيوبيا، يعني عندها مكونين تراهن عليهم. إذا سقط التجراي تراهن على الأمهرة، وإذا سقط الأمهرة تراهن على التجراي. هذه الصيغة اللي عموما يعني. وليس أبي أحمد ابنهم؟ أبي أحمد المشكلة يستند إلى خلفية ضخمة جدا من المكون الأورومو مسلم. يعني أنت دخول أبي أحمد صحيح هو في شخصه نصراني وبروتستانتي أقرب إلى الأمريكان، ليس أيضا أرثوذكس، لكن أبي أحمد في النهاية سيعبر عن مصالح القومية الأورومية بشكل الذي ينتمي إليها. فحتى لو قلنا إنه والله صحيح هو الآن دينيا هو من النصارى، لكن هذا الصعود لأبي أحمد سيعقبه صعود لقومية إيه؟ قومية الأورومو. وهذا الذي يظهر أوضاع المسلمين والمجلس الإسلامي اليوم هو أحسن من قبل. هو بلا شك، وكثير من إخواننا اللي كانوا هنا في تركيا رجعوا وعادوا إلى مواقعهم. صحيح، وكأنه مكن الإسلام هو والمسلمين. مكن على الأقل النفوذ الدعوي ومكن. هل ما يقال أنه مسلم بالسر ونصراني والله بالظاهر؟ لا أملك عليها دليل. تمام. أيوة لا أملك عليها طيب دليل. إذن هذا الذي أغضب إيساياس؟ هذا أغضب إسياس، ومباشرة إسياس مد حباله مع قومية الأمهرة، مجموعة اللي هو مجموعة الفانا. الفانا هذول عبارة عن مجموعة مسلحة في إقليم الأمهرة، الآن يربط معها إسياس أفورقي علاقات مباشرة، وهي مجموعة تقاتل الحكومة المركزية. وفي نفس الوقت أيضا الآن ربط علاقاته أيضا مع التجراي، ربط علاقات مع التجراي المجموعة. أنهي تجراي؟ أي تجراي ربط معه؟ هو الآن التجراي الجبهة، ما الجبهة اللي يرأسها دبرصيون هذا اللي هو رئيس الجبهة تحرير تجراي، كانت معارضة للاتفاق ولم تقبل به، ومسيطرة بشكل كبير على الحزب، وهي أكبر المكونات يعني أنا كيف أفهم الآن؟ وإيساياس أصلا كان يعني محارب يعني ضدهم، وكان مسالم مع أبي أحمد. نعم. الآن ما الذي جعله يتفق مع منطقة تجراي ضد أبي أحمد؟ فهل هم تجراي أصلا يعني جهات مختلفة ومتفرقة أو ماذا؟ أحسنت. هو طبعا إسياس أفورقي في النهاية يراهن على مصلحته قبل كل شيء، يعني ليست له حسابات أخرى إلا أن إبقاء سلطته وإبقاء دولته بأي طريقة من الطرق. ده الأساس بالنسبة لأفورقي. ففي البداية راهن على أن يكون هو العنصر المؤثر في المنطقة، نفوذه ممتد إلى التجراي، ممتد إلى أديس أبابا يعني كنفوذ. لما شاف أبي أحمد بأنه والله لا، حل المشكلة مع التجراي ومد حبال الوصل من جديد، كأنما رجعه لنقطة شنو؟ نقطة الصفر اللي هي أيام بادمة. أيوة. وبالتالي هو بالنسبة له في فترة السلام أخطأ أخطاء كبيرة جدا في تقدير إسياس أفورقي، وهو لم يستثمر من 2018 إلى اليوم في علاقاته مع أبي أحمد في أنه يرجع لنا أرضنا رسميا. هذه النقطة لم يفعلها، لاحظت؟ فلا زالت في إشكالية فبدل أن يتعامل في فترة 2018 مع أولويات استرداد الأرض الإريترية والتقنين لها والاعتراف الدولي بأنه خلاص الحدود رسمت، لم يستثمر في ذلك، بل ذهب في يعني خلينا نقول أشياء كانت حتى مرفوضة عند الناس، وهو أن يتكلم بأنه والله من يقول بأن أثيوبيا وإريتريا ليست دولة واحدة فهو واهم والأمور بينها. طيب ماشي في هذا. شيخ حسن، طيب فصل لنا القول في الخلاف الذي حصل بين تجراي. الآن أنت شرحت لنا ما حصل بين أثيوبيا. تجراي ما الذي حصل فيه؟ أيوة، تجراي في مجموعة منهم قابلة بالنهج الذي يتبناه أبي أحمد، وراضية بأنها تذهب في اتجاه مركزي وتتعامل مع أبي أحمد، ولا تريد أن تدخل في الحروب المتكررة هذه. جميل. لاحظت؟ هذه الفئة اشتغلت مع سنتين، لم يكن أداءها فيما يبدو مقبولا عند الكتلة الأكبر في التجراي. طيب هذول الكتلة الأكبر عندهم مشكلة على مستوى المركز. هم في الحرب حققوا شيئين شيخ برهان، حققوا أن يحكموا إقليمهم، وحققوا أن يبقى الدستور اللي وضعوه هو الساري، بمعنى الديمقراطية القومية.
هذه حققت، وبالتالي أسباب الحرب اللي هم فجروا بها الوضع في نظرهم موجودة. لكن يبدو موضوع سلاحهم وموضوع تواجدهم وحكم إقليمهم أبي أحمد ما ميسر لهم هذا الوضع، فظلت الجبهة متحفزة مقابل الكتلة الأخرى التي تتعامل مع من؟ مع أبي أحمد. هذه الفترة خلال العامين الماضيين استطاعت الجبهة أن تستعيد علاقاتها وتسترد قوتها، وبدأت تتمدد في الإقليم، سيطرت على أكثر منطقة. آخر شيء استطاعت أن تطرد حتى الشخص الذي كلفه أبي أحمد في السنتين الماضيتين. وفي نفس الوقت فتحت خطوط تواصل مع سياسة فورك، كأنما يريدون يقول له والله نحن أنت يا أخي ما في داعي نتقاتل، وأنت لا تدخل في صراع ضدنا نحن على مستوى إثيوبيا، خليك في إيه؟ في حدودك، وفي النهاية نحن وأنت أقرب لبعض، يعني المنطق ده على كل ماشي الآن. فهنا شعر أبي أحمد بأنه والله الأمور إذا ما تمشي بالشكل الذي يريدها، وخصوصا لو دخل سياسة فوركي في هذه الحرب معه التجراي بجبهتها المعروفة ومجموعة الفان الموجودة في الأمهرة، فإن أبي أحمد وسلطته سيبقوا في خبر إيه؟ في خبر كان يعني في نهاية المطاف هذه الصورة. فالآن ما فعله على كل أبي أحمد أجل موضوع المواجهة مع شنو؟ مع التجراي، وتلقائيا يكون أجل المواجهة مع إريتريا أيضا. يعني تلقائيا بالفعل، بمعنى يعني ما يعتبر كلازم يعني. نعم، هكذا يبدو الآن، لأنه إريتريا ما تريد تدخل في حرب مباشرة أصلا. هي طريقتها خلال 30 سنة الماضية هي تميل إلى فكرة إيه؟ الحروب عبر الآخرين. هي تسعى أن والله تحارب عن طريق الصوماليين، تدعم بعض الأمهرة، تدعم بعض العفريين، يعني تحاول أن تستثمر في التناقضات. لكنها دخلت في حروب. هي صح، لما تأتي إلى حرب مواجهة ما عندها إلا أن تدخل كدولة. دخلت في حروب باسمها، نعم، وبجيشها اللي هو حرب 98 2000. نعم. هذه الحرب الأساسية. نعم. الحروب الأخرى هي اللي قاعد تدخل على الآخرين، هي اللي قاعد تدخل. يعني حرب التجراي الأخيرة كان يكفيها أن لا تدخل إلى الإقليم، لكن أبي أحمد ما كان عنده القدرة أصلا لحسم المعركة إن لم تدخل معه الحكومة الإريترية. هذا اللي حصل. جميل. طيب، هذا الصراع أو هذه الصراعات الموجودة في المنطقة مررنا عليها مرورا سريعا، نشكركم على هذا التوضيح، ولكن يبقى الآن أن نتحدث ألا يمكن أو كيف يمكن أن يحصل السلام في المنطقة دون صراع. كيف يمكن أن يحصل السلام في المنطقة دون صراع؟ وأعني على الأقل أسلط الضوء على أثيوبيا وإريتريا وأثيوبيا. وطبعا السلام إن شاء الله سيعم بلاد السودان، والآن يعني هناك يعني مبشرات تلوح في الأفق أن السودانيين إن شاء الله سيقضون على البغاة المتمردين عن قريب بإذن الله تعالى. لكن نبقى نحن كإريتريين وأثيوبيين نريد أن ننعم بالسلام. برأيكم دكتور حسن، ما هي عوامل السلام في هذه المنطقة؟ هو حتى نتعرف على عوامل السلام لابد أن نتعرف على عوامل الحرب، يعني الأسباب التي تؤدي بشكل عام، وأنا أختصرها في 3 عوامل بشكل في الدنيا كلها. الدنيا كلها أسباب الحروب تكاد تكون 3. جميل. اختلاف الأفكار والأيديولوجيات والأديان هذا سبب أساسي. الأيديولوجية الرأسمالية، الأيديولوجية الشيوعية، الأيديولوجية الإسلامية، هذه الاختلافات التي ذات طابع ديني ذات طابع فكري أيديولوجي واحدة من العوامل التي تؤدي إلى الحروب بطبيعة الحال. العامل الثاني هو الأعراق، اختلاف الأعراق، أن تكون أمة هي أربى من أمة يعني. والأعراق تأتي إشكاليتها عندما يكون في عرق من الأعراق يحس بأنه هو أولى من غيره، هو العرق النقي، هو العرق الذي يحكم، هو الأفضل، هو كذا، حالة الشيطان على كل، أنا خير منه. الثالث وهذا الغالب في كثير من الصراعات، المصالح والموارد. مصالح والموارد. خلينا نقول نحن الآن في حالة القرن الأفريقي 3 أسباب موجودة. في إشكالات ذات طابع ديني، يعني الخلافات الدينية موجودة. في إشكالات قوميات أساس في الصراعات التي نلاحظها خاصة في أثيوبيا. ما تستطيع الآن تقول والله صراع ديني بين التجراي والأمهرة وبين التجراي والأبي أحمد، ما في صراعات دينية. نصارى، أي نصارى، لكن يبقى الصراع القومي موجود، إنه قوميات تتصارع وتريد أن يكون لها النفوذ. والصراع الثالث هو الموارد. هنا لا يمكن شيخنا أنك تصل إلى تحقيق السلام
ما لم يكن هنالك قدرة على إدارة هذه القضايا. كيف تستطيع أن تدير التعدد في داخلك؟ حالة التعدد القومي، أليس هناك طرف رابع مثلا لا يريد لهذه المنطقة أن تستقر، فبالتالي يؤدي دائما إلى إيقاع الفتنة والحروب بينهم؟ هو بلا شك شيخنا معظم دولنا للأسف الشديد ونخبها وأحزابها وقومياتها في كثير من الحروب هي عبارة عن أدوات وظيفية يتم توظيفها من الخارج. لا تكاد تجد حرب من الحروب إذا ما في عامل إيه؟ عامل خارج. فالحرب هي، أنا معك اتفق أنه في عوامل كثيرة جدا لها علاقة بصراع القوى الكبرى. يعني حتى ما جرى خلال الأعوام الماضية في إثيوبيا له صلة بالصراع الصيني الأمريكي، وما ستلاحظه في السودان له صراع أيضا له علاقة بالروسي الصيني مع الأمريكي الأوروبي. فهذه الصراعات موجودة بلا شك، بلا شك هي موجودة. فهم يحاربون بعضهم بعضا ولكن في أراضينا، يقاتلون على أراضينا، وبالتالي من يسيطر على السلطة وهو موالي لجهة ما الموارد كلها ستذهب إلى هذا الطرف الذي كان يدير في الخارج، سواء الموارد كما كان حاصل الصراع في سوريا. نعم. وكانت تدعمه روسيا وإيران ومستفيدة من ذلك. نعم. للأسف الشديد القوى الشعوب الضعيفة يا شيخنا والتي تسيطر على موارد هي ساحة للحروب. حروب الوكالة يسموها، حروب الوكالة أنت دائما ساحتها، ولذلك في كثير من القضايا إذا هذا السبب الرابع، هذا ما في شك. عامل أنا أسميه ده عامل الشيطان عموما. يعني هذا العامل العدواني الذي فيه البغي، فيه السطو، فيه فرض الخيارات. للأسف الشديد هذا الذي يعني ظلت. طيب الرؤية الشرعية الآن ما معنى قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وفي قراءة ولولا دفاع الناس بعضهم ببعض، في ظل ما نتحدث عنه؟ في ظل ما نتحدث عنه هو أن دائما المستضعفين والمظلومين والمقهورين يستفيدون من المدافعات التي تحصل في البلدان. يجدون هوامش، يجدون متسع، يجدون فرص. يعني مثلا الصراع الذي حصل الآن في أثيوبيا كان دائما العنصر المسلم دائما مضطهد خارج السلطة. نعم. وكان الغرب حريص على تصوير المنطقة إثيوبيا تحديدا بأنها دولة مسيحية. وهنا أقول حتى لما جاء ملا الزينابي وحرص إلى حد كبير جدا أن يظهر المسلمين في السلطة، حرص، خلينا نقول أداهم مساحات باعتبار أن المكون المسلم على الأرض كإحصاء موجود ما استطاع يتجاوزه. 65% أن له أن يتجاوز. ومع ذلك شيخ برهان، ومع ذلك وهذه معلومة ليست خفية، لما أراد ملا الزيناوي شاف إنه والله رأس السلطة التنفيذية اللي هو رئيس الوزراء مسيحي، رئيس البرلمان من الأمهرة مسيحي، رئيس الدولة من الأورومو مسيحي، قال يا أخي ما بتزبط، يعني لابد المسلم المكون المسلم نظهره في الحالة، يعني لابد نعمل. فأراد أن يأتي بشخصية مسلمة من الأورومو، أنه نصيبه كان التقسيم كده، إنه رئاسة الدولة الفخرية للأورومو، رئاسة البرلمان للأمهرة، رئاسة الوزراء للتجراية، التقسيم كان كده. فقال يا أخي نجيب واحد على الأقل من المسلمين. تعرف من وقف أمامه؟ الكنيسة الأرثوذكسية. كده قالوا له نعزلك أنت. قالوا ليش؟ قالوا له أصلا رأس الدولة هو يرأس الكنيسة، فتجيب لنا مسلم يرأسنا ما فيش. هنا تسقط العلمانية وما يزعمون. وهذا هو الصراع الديني. هذا الصراع الديني الآن. نعم. لاحظ هذا الصراع الديني. نعم. فإذا كان والله أنت طيب تريد الدولة، والغرب للأسف الشديد يراعي هذه الحالة، اللي هو دائما التشكيلة يجب أن تظهر كده. مؤسسات الدولة الكبرى أي ما يظهر فيها المكون، مع أنه الآن لاحظ هذا المكون اللي تفضلت انه والله موجود 65% منه، عفر موجود، صومال موجود، اورومو موجود، بني شنغول موجود. هذا المكون الهائل اقلها يفترض ان يظهر لنا في ايه؟ صحيح الان في الوزارات ظهروا في ظل ابي احمد، ظهرت مجموعه كبيره جدا من الوزراء مسلمين بحكم المحاصصه. الناس هذول يعبرون عن، لكن في فتره ملا الزناوي يعني استطاع كثير من الاسلاميين ان يقدموا اعمالا اسلاميه كبيره، حتى عوتب عليها ملا الزناوي من قبل الغرب. هو شوف عوتب عتابا نعم. شديدا. احسنت. فانشأوا شيئا يسمونه الاحباش. نعم. هو شوف كثير من الناس يتجاهل دور منغستو هايلو ماريان في صعود المسلمين. شوف مع شيوعيته ملا الزناوي ايام ما كانوا يسمونه محمد منغستو فعل شنو؟ حاول ان يلقي تميز النصارى في الدوله، اراد ان يقول بانه والله انا شيوعي اشتراكي، الكل معي واحد،
صادر كل الأوقاف المتعلقة بالكنائس بالمسلمين، من أنهى حاجة اسمها إيه؟ التميزات. لكن ظل دور الكنيسة باعتبار هي مؤسسة قوية ومتماسكة ولها أتباعها بشكل مختلف عن الحالة الإسلامية، ظلت هي موجودة. جاء ملا الزيناوي ليبني أيضا على هذه الحالة كما تفضلت. يعني مثلا فترة منقسته قائد الجيش، القائد الأعلى للجيش في كل الأراضي الإريترية كان من المسلمين مثلا، لاحظت؟ لكن لما جاء ملا الزيناوي احتاج إلى هذا المكون المسلم مثلا في البرلمان، وكان يقول لهم مرروا لي أموري في البرلمان أمرر لكم أموركم في الدولة، في السلطة التنفيذية. فكانت في نوع من البرلمان ما شاء الله ناس معممين بطواقيهم بكذا، تشوف البرلمان تقول أنت أمام دولة إيه؟ إسلامية. دولة إسلامية. لكن عمليا ليس في يدهم سلطة تنفيذية حقيقية، أجهزة أمنية، الأجهزة العسكرية، الأجهزة كذا ليست بأيديهم. لكن أيضا مثل المسلمون في الوزارات. هذا في زمن ملا الزيناوي. تمام. ملا الزيناوي كان خطأ الكبير جدا أنه تدخلت بعض القوى الغربية وتدخلت إسرائيل على وجه التحديد بأن والله أنت مهدد. لماذا؟ لأن الذي يتمدد الآن في الحالة الإسلامية هو الوهابية كما يقول. فأنت إذا كان مشيت بهذا الشكل حتكون سلطتك في خطر. فأتوا بطائفة الأحباش، طائفة مروضة في أرض الشام يعرفونها ولها صلات على كل للأسف الشديد بالمؤسسات المخابراتية. فأدخلت هذه وفرض ملا الزيناوي لأول مرة في أيامه الأخيرة طبعا، فرض على المسلمين من لا يريدونهم في إمامتهم، في منابرهم، في أوقافهم، يا شيخنا نحن خلينا لك السلطة السياسية كمان جايين في السلطة الدينية. يعني هذه المؤسسات الدينية ما تستطيع ملا الزيناوي تفرض قسيس واحد على كنيسة، ليش تفرض علينا الأئمة وليش فالطائفة هنا تمددت، فدعوا عليه كما هو معروف، دعوا عليه دعوة في مظاهراتهم كانت الدعوات سبحان الله من حتى شاله الله عز وجل. الله أخذه. سبحان جاء الله. بعد ذلك أبي أحمد. أبي أحمد الآن يرى بأنه قوة الكتلة المسلمة بالنسبة لهم طبعا هذا وكان السبب اندلاع الثورة. أيوة ثورة أبناء الضخمة. الأورومو. إيه؟ ثورة أبناء الأورومو إيه؟ وتفاعلهم وكذا. والأورومو بشكل عام يحسون بأنه والله قومية كبيرة ولكنها ليست ممثلة مظلومة. نعم. على مستوى الدولة، فعندها شعور بالتهميش بما فيها مثلا عاصمتهم اللي هو أديس أبابا، كان يرون أن منطقتهم ليش يخرجون عنها. كيف انتخب أبي أحمد؟ هل فعلا الولايات المتحدة هي التي رشحته؟ هو طبعا الولايات المتحدة طريقة عملها هي عبر الأدوات. كيف جاءت؟ كان في شيء اسمه الرباعية اللي هو القوميات الأربعة، المكونات الأربعة التي كانت يسمى الإهودق، الجبهة الحاكمة اللي رتبها ملا الزيناوي، حكم بها 30 سنة. ملا الزيناوي حكم بهذه الجبهة فيها الأمهرة وفيها التجراي وفيها مجموعات الجنوب وفيها الأورومو. أبي أحمد كان ضمن مجموعة إيه؟ الأورومو. الحليفة فكانت اللائحة تنص على أن الاختيارات تتم داخل الجبهة هنا، داخل الجبهة. فلما شعروا بأنه خلاص التجراي غير مقبولين، هنا تتحرك القوى الكبرى بأنه لا يفلت الموضوع، يجب أن لا يذهب الأورومو في اختيار الشخص الذي يريدون. مثلا محمد جوهر ولا جوهر محمد كان من خيرة الشباب اللي حرك الوضع وكذا، وكان يمكن مرشحا. أيوة لو مشت الأمور في اتجاه الانتخابات أن يأتي هو. لكن ماذا فعلوا؟ أتوا بأبي أحمد حتى زي ما قلت لك يحافظ على وضعية النصارى أن يكون أورومو نعم لكن مش مسلم. لاحظت؟ هذه الإشكالية على كل في المنطقة. وبالتالي أنا في رأيي إذا أردت أنت أن تستقر، ما دام أنت أصلا ماشي في اتجاه تهميش مكون ديني، ماشي في اتجاه تهميش مكون قومي، ماشي في اتجاه تحقيق مصالح لفئات دون أخرى، الحرب لن تقف. وبالتالي أنا في رأيي المنطقة محتاجة إلى حوار حقيقي بين مكوناتها. وأنا في رأيي المنطقة قابلة للتطوير وقابلة للتعايش وقابلة لأنه فيها موارد وفيها. لو أنك نحيت التدخل الخارجي الذي يفرض أقليات أحيانا ويفرض مجموعات أحيانا، وتركت المجتمعات تتفاعل في داخلها بحيث والله ترضى بمن تأتي به كما يقولون صناديق الانتخاب، إنه والله في إثيوبيا لا أحد يستطيع من الخارج أن يفرض شخص ولا قومية تمارس بقوة السلاح إنه هي من يحكم، بل خلينا والله أنت تريد دولة حديثة يجب أن يكون والله مؤسسات الدولة تبنى عبر إيه؟ عبر الاختيارات الحرة. إذا مشينا في اتجاه إنه والله يا أخي الاختيارات الحرة أحيانا تأتي أكثرية وتقمع الأقليات، هنا تأتي حماية الأقليات عن طريق إيه؟ عن طريق النظام الفيدرالي الإقليمي. فأبناء كل منطقة على الأقل في حدود أقاليمهم يحكمون أنفسهم،
وفي حدود الدولة المركزية يشاركون بحجمهم وبوزنهم. هذا على كل جانب يمكن في تقدير أن يوقف الصراع. الجانب الثاني أيضا نحن محتاجين في ظل على الأقل الواقع الذي رسمه المحتل أن يكون هنالك اعتراف بالحدود الموجودة. ليس أمامك الآن إما الحروب وإما الاعتراف بالحدود، مش كده؟ فالآن إثيوبيا أول خطوة إذا أرادت خطوات سلام مع جيرانها تحترم هذه الدول الموجودة في المنطقة، تحترم سيادتها، تحترم حدودها، تحترم انه والله لا تحاول ان تقول بانه والله اريتريا ليست تستحوذ على البحر. هذه دوله اسمها دوله اريتريا الان معترف بها في الامم المتحده، انت دوله محبوسه. هل هذا كلام صحيح ان اثيوبيا فعلا تصارع اريتريا في البحر؟ هي بلا شك تعلن ذلك، لكن لما ينتقد ابي احمد قانونيا ويتم تصعيد الاعلام عليه يقول لا انا ما قصدت انه والله سناخذ البحر عنوه. طيب مين منعك له بالتفاهم؟ ما ببساطة شديدة جدا لو أن اليوم أنا في رأيي في تمثيل حقيقي للدولة الأريترية من خلال حكومة منتخبة وشعب مرتضي لهذه الحكومة مفوضها في كل الخيارات، ممكن ببساطة شديدة جدا أن يتم التفاهم مع إثيوبيا حول ميناء من المواني، بحيث والله هذا الميناء يمكن أن تستخدمه إثيوبيا بضرائب برسوم جمركية مناسبة. نعم. أنا أقول صفرية لكن مناسبة. يعني إذا كان والله مثلا الطن والله أنت بتأخذ على $10 مثلا، يمكن أن تأخذ إثيوبيا $5، فيكون على الأقل لم ترهقها اقتصاديا وفي نفس لم تحرمها أيضا الميناء. فأنا لا أرى عموما الأسباب التي تقال كلها في نهاية المطاف تعبر عن فشل الحكومات التي تقوم على البلدان. يعني لا يعقل أنك ما قادر تدير مواني، لا ما قادر تدير حدود، ما قادر، يعني في أزمة حقيقية في هذه النخب التي ترأس الآن هذه الحكومات. جميل طرح جميل وتفصيل رائع يا شيخ حسن. الحقيقة بقيت نقطة أخيرة فقط، رؤية الإسلام بين ما يتعلق بالحرب والسلام. يعني هذه المنطقة بالفعل هي منطقة مبتلاة بالحروب لا تكاد تستقر. سبحان الله، منذ تقريبا من 5 إلى 6 عقود ونحن نمر بحروب طاحنة، ندخل في حرب ونخرج منه. هذا من حيث الرؤية الشرعية يعتبر ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. نريد من فضيلتكم أن تشرحوا لنا ما هي أسباب الابتلاء. لماذا نحن كإريتريين لا نستقر؟ لماذا نحن كإثيوبيين لا نستقر؟ لماذا نبتلى بهذه الحروب التي تفقدنا يعني تفقدنا اقتصادنا وتفقدنا أمننا واستقرارنا حقيقة، وأيضا توقع بيننا العداوة والبغضاء والشحناء. وأنت تلاحظ إذا حصل مثلا يعني نية سيئة من تيغراي باتجاه إريتريا، تقوم هناك أمور حقيقة بين الجهتين، حتى بين الشعبين، تنشب أحقاد وتنشب أمور. نحن نبتلى بهذا حقيقة ما بين فترة وأخرى. نصوص الكتاب والسنة تحثنا على التعايش السلمي، تحثنا على إبراز، لكن ما الذي يجعلنا نبتلى؟ ما هي وسائل أو أسباب الأسباب الشرعية لوقوع هذا الابتلاء؟ والله عز وجل قد وعدنا بالأمن والسلام والاستخلاف، ووعدنا بالاستقرار، وكما تفضلتم في بداية الحلقة الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان من أجل أن يتقاتل بعضه بعضا، وإنما خلقه من أجل أن يعمر الأرض بسلام. برأيكم ما هي المخالفات الشرعية التي ارتكبها الشعب القرن الأفريقي فعلا حتى يبتلى بهذه؟ يعني أنا ذكرت لكم أن عدد الدول في العالم 206. أبرز الحرب الأوكرانية وحرب فلسطين مع دولة الاحتلال، ويعني وحرب الأثيوبية، وما نحن فيه الآن إشكالية في حرب السودان. أبرز الحروب في وجهة نظري هي هذه الآن الموجودة التي تنقلها وسائل الأنباء العالمية. نحن ما الذي قصرنا في تجاه ربنا حتى ابتلانا بهذه الحروب؟ هو على كل أن الإنسان المسلم ينظر دائما لهذه الحياة بمنظاره الشرعي وليس كما يشتهيه هو. المنظار الشرعي قائم كما تفضلت على أن الحياة قائمة على الابتلاء،
وقائمة على الاختبار، وقائمة على أنه والله من يطيع الله ومن لا يطيع الله تبارك. هذا المنظور الذي ننظر منهم. والحياة الشقية مرتبطة في نظرنا نحن بخروج الإنسان عن دائرة الهدى الإلهي. فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فالجوهر الأساسي الذي نقوله بأن والله الإنسان عندما يبتعد عن هدايات الكتاب، وهدايات الكتاب هنا أتكلم عن البعد الإلهي، بعد عن علاقة مع الله، بعد العلاقة مع الإنسان في علاقته مع الإنسان، العلاقة النفسية الإنسان مع نفسه، هذه كلها لها ضوابطها وهدايات الشرعية. فعندما يخرج الإنسان من هذه الدائرة ويتعاطى بعيدا عن ذلك فهو معرض على كل للابتلاءات ومعرض للحروب، حتى الشوكة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشوكة يشاكها العبد بذنب أصابه، فما بالك أنت بالأمور الأخرى. فأول هذه نقطة جوهرية، بمعنى أن الإنسان لا يشقى في هذه الحياة. حتى سبحان الله الدول التي ننظر إليها بأنها دول متقدمة تعيش حالة من الشقاء ما الله به عليم. طبعا. يعني مثلا أكثر دولة الآن في أوروبا متقدمة ووضعها الاجتماعي والمالي مضبوط هي السويد، وأكثر دولة أيضا تمر فيها حالات الانتحار والأمراض النفسية هي السويد. فالقضية ليست قضية إنه والله الراحة المادية فقط والاستقرار الأمني. نحن نقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أول هذا جانب أساسي. الأمر الثاني مما يتعلق كذلك بقضية معصية الله سبحانه وتعالى هو مظالم العباد لبعضهم البعض، بغي العباد على بعضهم البعض، وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على فنحن كمواطنين خلطاء، مش كده؟ متشاركين في دولة، متشاركين في إقليم. لما يكون هنالك حالة بغي من فئة على فئة، حالة عدوان من فئة على فئة، هذا ذنب تعلق أيضا به في النهاية ينزل على هذه المجموعات من العذاب ومن النكبات ما يناسب هذا الوضع. فتحقيق العدالة بين الناس هذا واحد. أيضا غياب ما أسميه بمنظومة الحقوق الشرعية في التعامل البيني. الله سبحانه وتعالى شرع علينا مجموعة قضايا لها علاقة بالأمن والتعايش. كيف يتعايش الناس عندما يكونون جوارا؟ يعني الآن مثلا الشريعة تعالج إنه والله لما يكون والله عندك مزرعة، خليك عندك دولة، عندك مزرعة وهذه المزرعة لابد أن يمر الماء من عندك إلى عندي أنا، مش كده؟ نعم. الارتفاق يعني. فالشريعة ألزمتك أنت بأنه والله تفتح الطريق إلى أن يصل الماء عندي، لاحظت؟ فهذا حق. لما أجي أشوف سبحان الله معظم القضايا لها علاقة بهذا النوع، أنت تحبس حق شرعي أتاحه الله سبحانه وتعالى، سيتسلط عليك ردة فعل أنت أدركتها أو لم تدركها، لاحظت؟ ولذلك هذا الجانب اللي هو غياب منظومة الحقوق الشرعية في العلاقات البينية، علاقات الجار مع جاره سواء كان جار مباشر أو جار دولة، كيف تقوم العلاقات ما بين الجوار. غياب التكامل البيني اللي هو وتعاونوا على البر والتقوى هذا ما حق شرعي. الله يقول لك والله تعاونوا فيما هو بر وتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، حتى مع النصارى مع الكل. فإذا كان والله جعلنا هذا الشعار إنه والله نحن نتجه في اتجاه البناء، في اتجاه ما يعزز العلاقات الإيجابية، في اتجاه ما يطور الاقتصاد، في اتجاه ما كذا، إذا ذهبت في هذا الاتجاه الله سبحانه يكافئك بالسلام بالعيش المشترك. إذا ذهبت في الخيار الآخر وهو إنه والله التعاون على الإثم والعدوان، الله يقابلك أيضا بشيء آخر، عقوبات. فهذه كلها على كل من الأشياء اللي أضف إلى ذلك المعاصي الأخرى، قضايا الفواحش وما يليها، قضايا الربا وما يليه، هذه كلها تدخل معنا. يعني لا نتصور بأن ما يقع على البشرية كده عفوا، خصوصا سبحان الله لما نقف مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركونه، مش كده؟ قال له فيها: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، وما سرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض التي لم. هذا الحديث سبحان الله يربط كيف وما منعوا الزكاة إلا بجور السلطان. أيوة، وما نقضوا الميثاق العهد والميثاق إلا جعل الله بأسهم بينهم. نعم. فلاحظ أنت 5 مقابل 5. هذا الحديث سبحان الله مؤشر مهم جدا للوقوف مع الذات على مستوى المجتمعات وليس الأفراد، وللحصول على الأمن والأمان والسلام. أيوة. نعم. فالله بيقول لك والله يا أخي أنا
عندي قوانين وعندي عقوبات. ابن تيمية عليه رحمة الله يقول سيئات الأعمال بسبب الذنوب التي تقع من العبد، ففرق بين السيئات لما نقول نحن نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، فيقول شرور النفس يترتب عليه سيئات العمل. سيئات العمل وهو العقوبات التي تنزل على العباد نظرا لمعاصيهم التي ارتكبوها. فعلى كل هذا البعد أيضا يجب أن يحضر ويجب أن لا يغيب، ونحن نبحث عن المعالجة. كثير من الناس يغيب الأبعاد الدينية، يغيب أبعاد المعاصي، أبعاد الذنوب، ويحاول أن يركز فقط في الأبعاد المادية ولا يصل إلى في الأبعاد المادية السياسية. نعم. وكأن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صمت. نعم. وليس حشاه سبحانه وعموما أنا أقول سبحان الله كلما تراجع المسلمون عن دورهم يعني وعن دينهم وعن استقامتهم ابتلوا، وفي نفس الوقت كان بلاؤهم أشد على يعني الآن لماذا تظل هذه المنطقة هذا الاحتراب الهائل؟ أنا أقول هنالك ثلاثي. ليش الحرب دائما ما يديرها إما تجراي وإما تجرينيا وإما أمهرة؟ ليش يعني هذه الحالة مستمرة في المنطقة، وضحاياها في النهاية هذه الكتلة المسلمة الأكثرين. أيوه ليش؟ لأنك أنت تراجعت وهمشت دورك ولم تقم بواجباتك الشرعية ولم تقم بالمدافعة المطلوبة ولم تتوالى فيما بينك. الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تسمع الأورومو يفكر كأورومو والتجراي يفكر كتجراي. لا بل ولم تحترم دينك كما ينبغي ولم تتقي الله كما ينبغي، تأكل الربا، تفعل الفواحش، ترتكب الذنوب وترتكب المعاصي. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. هذه الحالة حقيقة حتى أنا أذكر بها الشعب السوداني كما نذكر شعوب المنطقة. أقول ما جرى يجب أن لا نجعله معزولا عن هذه النظرية. يعني إذا تصورت بأن ما وقع للشعب السوداني من كوارث ومن إشكالات معزول عن سياقات العبادة وعن سياقات الظلم وعن سياقات تقوى واهم. ما ابتلى الله تبارك وتعالى هذه الشعوب بما جرى إلا ليقفوا مع أنفسهم. أقف مع نفسك، ما الذي حصل؟ ما هي المظالم التي أدت بنا إلى هذا؟ لماذا تنتهك الأعراض؟ أكيد أنك أنت انتهكت عرضا. هذا نعم. لماذا أنت ابتليت بسرقة أموالك؟ أكيد أن لك يدا في هذا أو بعض قومك كان ولم تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هذا لماذا حصل القتل بلا حق في منطقتك؟ لأنك رأيت من قتل في مناطق أخرى وأنت سكت. نعم. ولذلك إذن الله سبحانه وتعالى موجود ويرانا حاضر يعاقب الظالمين. شهيد سبحانه وتعالى وليس بغافل وما كان ربك بغافل عما تعملون. مشاهدينا الكرام استمتعنا بهذه الحلقة الخاصة التي تتحدث عن أسباب الحروب في منطقتنا منطقة القرن الأفريقي. أرجو أن تكونوا قد استمتعتم واستفدتم، والخلاصة هي كلما اقتربنا إلى من باتجاه ربنا سبحانه وتعالى وابتعدنا عن الذنوب والمعاصي في خاصة أنفسنا وأسرنا وفي أيضا في مجتمعاتنا، أمرنا بالمعروف نهينا عن منكر، بلا شك سيرفع الله عز وجل عنا هذا البلاء. وإن استمر الفساد واستمرت المخالفات الشرعية فلا شك أن الله سبحانه وتعالى إن ربك لبالمرصاد. فلا تظنوا إخواني وأخواتي أن ما يحصل في إريتريا وفي مناطق الجوار من الحروب هو مجرد أمور سياسية وأطماع أوضاع سياسية، كلا، بل هو قضاء الله وقدره وعقوبته لوجود هناك مخالفات شرعية. صلى الله تعالى أن يهدينا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يرزقنا العودة إلى دينه. فلنستقم جميعا فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. هكذا أمر الله سبحانه وتعالى رسوله عليه الصلاة والسلام حتى ننعم بالأمن والأمان والاستقرار كما تنعم بقية الدول في أنحاء العالم. نريد بلدا مستقرا، نريد أن نبني إريتريا، نريد أن نبني جامعات ونبني مدارس ومعاهد، نريد حرية الأديان، المسلم يعبد الله كما يشاء وبقية الأديان تعبد الله كما تشاء. لا نريد تحجيرا على المعاهد الدينية وعلى المشايخ وعلى الدعاة، ولا نريد أيضا
سجن بعض رؤساء النصارى ظلما وعدوانا. لا نريد الأمن والاستقرار والتعايش السلمي. نسأل الله أن يحقق لنا ذلك. أشكركم على حسن المتابعة مشاهدينا الأكارم، حتى ألقاكم في الأسبوع القادم على خير. هذا أخوكم برهان يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إريتريا يا جارة البحر ويا منارة الجنوب، إريتريا يا درة البحر ويا منارة الجنوب. من أجل